بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة إسلام للطبخ. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. كما عودتكم نجيب لكم الوصفات الاقتصادية والسهلة. اليوم راح نخدموا مع بعضنا هذا الجاتو اللي تخدم دفعة واحدة في صينية الفرن، يتحل غير باليد بمكونات بسيطة، ما فيهش البيض، والأهم أنه شكله راقي وهشيش وبنين. نتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، وما تنسونيش البنات بالدعم واللايك والبارتاج لتعم الفايدة بحول الله تعالى. شوفوا معايا البنات، خفيف خاصة مع حليب ولا حليب وقهوة ولا حتى تاي. هاي ندخل مباشرة الوصفة. بسم الله. نحتاجو كاس غير ربع سكر أحرش، كاس غير ربع زيت، ورشة ملح، وزوز أكياس سكر فاني، ونخلطه مليح بالفوي المكونات حتى يذوب السكر. ونضيفوا قشور البرتقال، انا كنت مخبيته في المجمد، واللي ما عندهاش تقدر تستبدلوا بقشور الليمون كما نقولوا احنا القارص، ولا تستغنى عليه خلاص. ونضيفوا كاس غير ربع حليب يكون دافي باه يعاوننا في ذوبان السكر. نخلطه مليح حتى نشوفوا باللي السكر ذاب، ونبداو في اضافه الفرينه. هنا راح نضيف حاجه قليله، ومن بعد نحرك مليح حتى نلاحظوا باللي الخليط ما فيهش تكتلات. والفرينه تاعكم لازم تكون مغربله، انا غربلتها من قبل. وراح نضيف زوز اكياس خميره الكاطو، ونحرك مليح حتى تندمج كامل المكونات. في هذه المرحلة نحبسوا التحراك بالفوي، ورايحين نستعملوا اليد ونكملوا إضافة الفرينة. اليد تمكننا باللي نعرفوا القوام العجينة وما نتكلحوش فيها. نكملوا في إضافة الفرينة بشوية بشوية حتى نتحصلوا على هذا القوام. لاحظوا البنات، هذا هو القوام المطلوب. نقسموه على قسمين متساويين. أنا الفرينة تاعي تشرب شوية، لازم نخليها طرية. القسم الاول راح نضيف له مغرف كبيره تاع الكاكاو، واللي تحب العجينه تاعها اللون تاعها غامق تقدر دير حتى زوز مغارف تاع كاكاو. نضيف قليل من الحليب، وما نعجنوش العجينه البنات، نلمو برك. هذا هو لون العجينه اللي تحصلت عليها، واللي تحبها اغمق من هكا دير لها زوز مغارف تاع الكاكاو. والعجينه الاولى ما نضيف لها والو، لازم نخلو العجينه شويه طريه بصح ما تلصقش في اليد. نرجعوا للعجينه الاولى، نقسموها على 4 قطع متساويه ونشكلوهم حرابش. البنات اللي وصلت المرحله هذه وهي تتفرج في الفيديو ان شاء الله تعمل مشاركه ولايك للفيديو باه يوصل اكبر عدد من المشاهدات، هذا فضلا وليس امرا. بعد ما شكلنا العجينه الاولى الى حرابش متساويه نخلوهم جانبا، ونزيدوا نشكلوا العجينة الثانية اللي هي بالكاكاو بنفس الشكل. نكملوا تشكيل العجينة بطعمة الكاكاو بنفس الطريقة. وراح نستعمل الصينية الأبعاد تاعها 25 على 25 سنتيمتر. وهنا راح نبداو نشكلوا في الحلوى تاعنا. حطوا حربوش من العجينه الاولى، ومن بعد حربوش من عجينه الكاكاو، ومن بعد حربوش من العجينه الاولى، ومن بعد حربوش من عجينه الكاكاو. وفي الطبقه الثانيه ديروا اختلاف، يعني نعكسوا الحرابش
بالطريقة اللي تلاحظوا فيها. وراح نشكل بالطريقة اللي تشوفوا فيها في الفيديو. راهو الفيديو يشرح نفسه بنفسه. بعد ما تحصلنا على عجينة راح نلفوها بالطريقة اللي تلاحظوا فيها. ومن بعد نطبقوها على 2 ونرجعوها كيما بدينا في الخطرة الأولى. لاحظوا. ونزيد نعاود نفس العملية، نزيد نلف العجينة ومن بعد نزيد نرجعها عجينة واحدة. وانا راح نحاول تكون طول العجينة تساوي طول الصينية اللي راح نستعملها. هذه هي العجينة اللي تحصلنا عليها، عجينة رخامية. ونحطها مباشرة في صينية تكون مدهونة مليح بالزيت ونحلوها باليد. كما لاحظتوا سهلة في التحضير، هذه الحلوة اقتصادية. تبعوا معايا برك المراحل راح تنجحوا فيها بحول الله تعالى. حليتها غير باليد برك، ما نحتاج اني نطبعها ونتعب وتدي لي وقت. مباشرة نروحوا نطيبوها في الفرن اللي مسخن من قبل بربع ساعة على درجة حرارة متوسطة 180 درجة. هذه بعد ما طابت نخليها حتى تبرد مليح الحلوة. وانا حبيت ندهنها بالعسل باه يعطيني لمعة لسطح الجاتو. نكمل ندهن مليح سطح الجاتو. هذه هي الحلوة اللي تحصلنا عليها. نقسمها كما نحبوا. انا قسمتها مستطيلات، وانتم كما تحبوا ديروها مثلثات، تحبوا ديروها مربعات، تحبوا ديروها مستطيلات، انتم والرغبه تاعكم. والتزيين انا فضلت نخليها كما هكا باه يبان الشكل الرخامي تاعها. واللي ما عندهاش العسل تقدر تستبدلوا بالمربى تاع المشمش ولا اي مربى عندكم، وتقدروا تزينوها بمكسرات مرحيه ولا بنواه كوكو، هذا حسب الرغبه تاعكم. انا فضلت نخليها كما هكا باه يبان الشكل الرخامي تاعها. هذه هي الحلوه اللي تحصلنا عليها بطريقه بسيطه جدا بمكونات اقتصاديه، واي وحده منكم تقدر تخدمها وما فيهاش تعب. لازم الواحد في الوقت الحالي هذا ومع الغلاء هذا لازم نحاولوا نخدموا اي حاجه نخدموها في بيوتنا بالمواد اللي عندنا في البيت، نفرحوا بها ولادنا. وجربوا الوصفة البنات وإن شاء الله تعجبكم. وإلى الملتقى في وصفة أخرى بحول الله تعالى. سلام البنات وتهلوا في رواحكم.